انا نازله 41 كيلو هنتأثر معاكي، ربنا يخليك. بس. دي دموع الفرح دي. ما شاء الله ما شاء الله. كنت 115 دلوقتي بقيت 74 او 73 ما تقريبا. شاء الله. فمهما بصراحه اشكرك، مش الحمد هوفيك حقك لله، بصراحه. ربنا يخليك. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل مثلا حتى نص الرقم. الحمد لله. بقى بدخل بقيت البس لبس بنتي. انا كنت 115 كيلو. كنت تعبانه جدا طبعا. كانت الاعراض اللي عندي كنت يعني جات لي زي ذبحه مرتين، دخلت المستشفى. اتحجزت كذا مره. ما كنتش عارفه اعيش حياتي. من الناحيه الصحيه كنت على طول نهجان. ارد في التليفون على الناس يقولوا لي وانت جايه من بره خير، مالك انت تعبانه. اطلع السلم انزل في نهجان، مش قادره اخد نفسي، انام تعبانه. عظمي واجعني. اقوم من النوم جسمي كله مكسر، مش عارفه اتحرك. اودي بنتي الدروس بالعافيه، اوديها المدرسه بالعافيه. كان مأثر على نفسيتي وعلى صحتي جامد جدا. انا كنت ادخل محلات اللبس فابص على الموديل تقول لي لا اصلا ما فيش مقاساتك. مم. فكان بتضايقني الكلمه، وكنت بخرج يعني مم. نفسيا مش احسن حاجة. مش احسن حاجه ومتضايقه بس. صعب. فكانت الكلمه كانت بتضايق. طبعا. يعني انت تدخل محل وتبقى نفسك في الحاجه فتيجي تقول لي لا اصل مقاساتك مش موجوده. كلمة تقيلة قوي. اه. جربت كتير ريجيمات ودايت، ما فيش اي حاجه نفعت. فاخدت القرار بصراحه انا وجوزي وجينا لحضرتك. وبصراحه انت ما سبتش حاجه إلا لما فهمتها لي. الحمد لله. فعملت العمليه الحمد لله. تابعت مع حضرتك، التزمت بكل الرولز اللي حضرتك قلت لي عليها. دلوقتي انا بقالي 7 شهور اهو العمليه عملتها. الحمد لله والشكر لله يعني، وشكرا لحضرتك ربنا طبعا. يخليك. انا نازله 41 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. كنت 115 دلوقتي بقيت 74 او 73 ما تقريبا. شاء الله ما شاء ف 41 كيلو انا لو يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل مثلا حتى نص الرقم. الله. الحمد لله. هنتأثر معاكي، ربنا يخليك. بس. دي دموع الفرح دي. فمهما بصراحه اشكرك، مش الحمد هوفيك لله، حقك بصراحه. ربنا يخليك. انا مبسوطة ان انت مبسوطة ومش عايزك تعيطي. مش عايزك تعيطي. كسرتينا معاكي. ينفع كده؟ الحمد لله. لا، والجيم والرياضة كلمينا كلام كده ضحك وهنقعد. لا بجد بجد فعلا انا ما تخيلتش الرقم ده خالص، ما ولا شاء كنت الله. احلم بيه. يعني ما شاء متهيألي لو الله. قعدت طول عمري ما كنتش ما شاء الله ما شاء الله. هوصل له. ما شاء الله. الصحة أخبارها إيه؟ لا الحمد لله احسن بكتير. كفايه ان انا عارفه اتحرك، بروح واجي، بطلع انزل، عارفه البس. دلوقتي بقى. لا دلوقتي بقى بدخل بقيت البس لبس بنتي. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا فرقت معايا صحيا ونفسيا جامد قوي بصراحه. يعني أنت مبسوطة؟ طبعا. أنا مش عارف أتكلم بعد الكلام اللي قلتيه، والله مش عارف أتكلم. أنا مبسوط إن أنت مبسوطة. أكتر حاجة بتبسطنا إن إحنا ربنا يجعلنا يخليك. سبب، والله بجد بأمانة. ربنا يخليك. ربنا يجعلنا سبب إن الناس فعلا، يعني لو أنت شعرتي مرة واحدة بس برضا وبسعادة وكنا إحنا السبب، يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا وحسناتك. رب. يعني مش عايزين من ربنا أكتر من ما انا كده. بقول لحضرتك انا مهما هقول لك شكرا شكرا ربنا شكرا، يخليك. ومهما يعني ممكن نقعد مثلا التصوير يقعد حلقتين 3 ربنا برضه مش يخليك. هقدر اوفي لك ستي ربنا يكرمك. اللي انا تسلمي. عايزه اقوله ربنا لك، يعزك لان يا رب. الكلام كتير بصراحه. ربنا يخليك. انا مبسوط وانت جدا. كان في مصداقيه معايا من الاول وفهمتني الدنيا هتمشي ازاي، ما ضحكتش عليا في حاجه بصراحه. وانت بصراحه من اكتر الناس الملتزمه، وانا بقول لك الكلام ده كل مره، من اكتر الناس الملتزمه بصراحه ما شاء الله. وعشان كده الحمد لله بفضل الله عز وجل الدنيا ماشيه كويس جدا في الستبس كويسه جدا. ربنا يديم عليك الصحه والعافيه، ونحافظ على الوزن بتاعنا، ونحافظ على الرياضه بتاعتنا، ونحافظ على اكلنا الصحي، ومتابعين ومكملين مع بعض. مش ان عشان شاء وصلنا الله. للمثالي لا هتسيبينا. طبعا. مكملين ومتابعين ويبقى كله زي لا الفل. طبعا استحملني بقى. لا انا فوق راسي استحملني خالص. انا يا ريت هفضل. الناس كلها زيك. لا والله ربنا يا ريت يخليك. يا ريت الناس كلها زي حضرتك. ربنا يخليك.
انا متشكر جدا جدا ليكي ولذوقك ولكلامك، ومن نجاح لنجاح يا رب على الله طول. يخليك يا دكتور، انا اللي متشكره جدا، ومعلش ان كنت تعبتك معايا. لا خالص والله خالص، ربنا بالعكس، يا يخليك. ريت الناس كلها زيك. ربنا يخليك. متشكر. يا عم ينفع كده يا عم، انا